هل فكرنا قبل كده إن حسابنا مش بس على اللي بنعمله؟ لأ، ده كمان على طبيعة قلبنا من جوه، على دوافعنا. ده سؤال مهم بيطرحه الكورس اللي هنغوص فيه النهاردة. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، واخدك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلاً بيكم في بودكاست المنيو، المكان اللي هيساعدكم تختاروا هتتعلموا إيه. أهلا بيكي. وفعلا السؤال ده بيخلي الواحد يقف لحظة. الكورس ده بيركز قوي على فكرة إن المقياس مش مجرد قواعد وقوانين. تقصد إيه بالظبط؟ أقصد إن ربنا نفسه، طبيعته الكاملة، هي دي المقياس للصح والغلط. مش الأخلاق هي اللي بتقول لربنا الصح إيه، لأ، ده العكس. طبيعة ربنا هي اللي بتحدد يعني إيه خير ويعني إيه شر. زي النور كده، اللي هو بطبيعته بيكشف أي ضلمة. بالظبط كده. كمال ربنا ده هو اللي بيوضح قد إيه إحنا بعيد، يعني بيظهر خطايانا. زي ما يوحنا الرسول قال: الله نور وليس فيه ظلمة البتة. تمام، يبقى البداية هي ربنا ذاته. طيب الكورس بيقول إزاي ناخد القرار بقى، يعني عملياً؟ الكورس بيقدم فكرة حلوة قوي، وهي إننا محتاجين نبص للقرار من 3 زوايا مختلفة، زي ما تكوني بتشوفي حاجة من كل ناحية. ربنا قالها في كلمته دي، ممكن نسميها البعد المعياري، يعني القاعدة الأساسية. تمام. الوصايا المكتوبة. وإيه الزاوية التانية؟ التانية هي ظروف الموقف نفسه بقى، تفاصيله وملابساته. ده البعد الموقفي، الواقع اللي احنا فيه. يعني مش كل المواقف زي بعضها. مظبوط. بس الأهم بقى، واللي الكورس بيركز عليه جدا، هو الزاوية التالتة، دوافعنا الحقيقية، البعد الوجودي. ايه اللي بيحركنا فعلا من جوانا؟ دي نقطة عميقة. فعلا. والمثال بتاع نسان النبي مع داود الملك بيوضح ال3 دول مع بعض بشكل رهيب. إزاي ناثان استخدم قصة تمس القلب اللي هو البعد الوجودي؟ صح، عشان يواجه داود بغلطته في الموقف ده بالذات، البعد الموقفي. وكل ده أصلاً كان كسر الوصية ربنا الواضحة اللي هو البعد المعياري. بالظبط. ال3 اشتغلوا مع بعض، وده بيوصلنا لنقطة تانية مهمة جدا في الكورس، اللي هي إن القلب هو الأساس. يعني قراراتنا دي مش مجرد حركات بنعملها. ربنا زي ما الكورس بيأكد بيبص لأعمق حتة فينا، للدوافع والمشاعر اللي بتشكل إرادتنا. زي كلام بولس الرسول في كورنثوس الأولى عن المحبة. تمام جدا. بيقول إنك ممكن تعمل أعمال عظيمة، تتبرع بكل حاجة، تضحي بنفسك، لكن لو الدافع مش محبة حقيقية طالعة من القلب، يبقى كل ده ولا ليه لازمة قدام ربنا. مظبوط. طيب لو القلب بالعمق ده والدوافع هي الأهم، إزاي نوجهه صح؟ إزاي نعرف إرادة ربنا؟ هنا بقى يجي دور الكلمة. كلمة ربنا، الكتاب المقدس. الكورس بيشدد على دوره المحوري. إنه مش مجرد كتاب إرشادات وخلاص. لا طبعا، ده صوت ربنا لينا، اللي ليه السلطان الكامل على حياتنا، وهو واضح كفاية عشان يرشدنا في الأساسيات، وكافي لكل احتياجاتنا الروحية والأخلاقية، وضروري جدا عشان نفهم ربنا عايز مننا إيه ونميز طريقه. زي ما بنقرأ في تيموثاوس، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. يعني حتى الأجزاء اللي ممكن نشوفها صعبة أو مش مفهومة قوي ليها دور برضو في تعليمنا وتوجيهنا. أكيد. الكورس بيوضح إن كل جزء فيه ليه هدف ونافع. يعني كده الصورة بتكتمل: معيار ربنا، ظروف الموقف، حالة القلب، وإرشاد الكلمة. وفي الآخر كل ده بيصب في هدف واحد أسمى، وده يعتبر النقطة الأخيرة والأساسية في الكورس. اللي هو إيه؟ مجد ربنا. إن كل قرار بناخده كبير أو صغير لازم يكون هدفه النهائي هو إننا نمجد ربنا ونظهر ملكوته وقيمته في حياتنا وفي الدنيا دي. حتى في الأكل والشرب زي ما بولس قال. بالظبط. فإذا أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. دي الخلاصة. فعلا الموضوع طلع أعمق بكتير من مجرد أفعال وردود أفعال. الكورس بيتعمق أكتر في حاجات زي مثلا طبيعة ربنا كمقياس مطلق، الظروف والأهداف والوسائل، إزاي نفهم قلبنا ودوافعنا أكتر،
وكمان بيتكلم عن سلطة الكتاب المقدس وإزاي نفهمه ونطبقه، وهل الوصايا لسه مهمة النهاردة، وإزاي نتعامل مع أجزاء الكتاب المختلفة زي القصص والشعر والنبوءات. ده غير بقى دور الروح القدس في إرشادنا وأهمية دوافع زي الإيمان والتوبة والرجاء والمحبة، وإزاي نتعامل مع الخطية اللي جوانا والفداء بيغيرنا إزاي. كل دي مواضيع شيقة جدا ومحتاجة وقفة. أكيد. وللي حابب يتعمق أكتر، رابط الكورس الكامل موجود في وصف الحلقة. وكمان في حاجة جديدة ومفيدة قوي، رابط لأداة بتستخدم الذكاء الاصطناعي. دي ممكن أي حد يسألها أي سؤال في محتوى الكورس ده بالذات، وهي هترد عليه بناء على المعلومات اللي في الكورس. رابطها برضو موجود في الوصف. ممتاز. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو اللي جاي يكون عن إيه أكتر موضوع محتاجين تتعلموا عنه الفترة دي. بودكاست المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.